إحنا لماذا لا نتذوق؟ لماذا لا نفهم؟ لماذا لا نتدبر؟ لماذا لا نقرأ؟ الجواب: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يحتاج إلى قراءة، ويحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى تفكير. أغلب الشباب لا يعرفون معاني الآيات. الآن افتحوا القرآن في أي صفحة من الصفحات، معاني الآيات مجهولة، المعنى حتى المعنى تحت اللفظي، المعنى الإجمالي مجهول. هذه الأمانة التي الله سبحانه وتعالى جعلها بأيدينا هالشكل متروكة، معانيها غير مفهومة، قراءتها متروكة، وكل شيء فيها متروك. الإنسان إذا أعرض، إذا فضل هذا الكتاب وهذه المجلة وهذه الجريدة على كتاب الله، أقرأ القرآن أو أقرأ هذه الجريدة؟ القديم آبائنا أجدادنا أول ما كانوا يفتتحون به الصباح بعد صلاة الصبح والتعقيبات كانوا يفتتحون الصبح بقراءة القرآن. إذا واحد فضل الكتاب والجريدة والمجلة والأفلام على كتاب الله، هذا معناه أن الله يسلب منه التوفيق، وربما لا يعود إليه ذلك التوفيق أبدا.